تعال اقول لك ازاي كل دي هوكس مكتوبه ومعاها ساوند ومحضر كل حاجه من الماتيريال السكريبت، في الاخر الريل يخيش. طب ليه؟ وهنا بيجي دور الفيجوال هوك وقد ايه هو بيأثر. عقل الانسان بيحب يشوف الحاجات اللي فيها تناسق وتكون مريحه للعين، لان المناظر المريحه بصريا دي بتشد الانتباه وتخلي الناس تكمل الفيديو للاخر. في وقت انتشر فيه الشورت اتنشن سبان، وان الناس مش بتكمل اكتر من 3 ثواني لو ما اقتنعتش. استخدم النوع ده لما تحب تربط بين منتجك واحساسك بالراحه والاتقان. طب زي الفيجوال هوكس دي بوست نوتس او جرين سكرين، وده باين من اسمه. الجرين سكرين بتعرض فيها اي صوره مع كلام يجذب الناس. سنسوري هوك، النوع ده مش بس عنصر الجذب البصري، لا كمان ده جذب للحواس. وكمان في حاجه اسمها موف، وده انك تعمل اي حركه حتى لو غريبه قدام الكاميرا. سيتنج، وهنا بتدي احساس للي بيتفرج انه يركز في اللي بيتقال اكنه قصه. او ويرد مايك، مش بيستخدم كتير وده باين من اسمه، انك تجيب حاجه شكلها غريب وتستخدمها على انها مايك. وكل دي اشكال اي حد بيصنع محتوى ريلز بقى بيجربها ولو لمره، عشان يكون غير من الروتين ويضمن ان الناس تكمل فرجه. وبس كده.